السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة سيدي بنور. كنخاطبوا الناس اللي كضربهم غير على الفقراء والناس الضعفاء. اليوم جينا كنتكلموا على بعض المشاريع اللي متعثرة بزاف في مدينة سيدي بنور والتنمية ديالها واقفة وهذه. من بينهم جوطية سيدي بنور. جوطية سيدي بنور اللي لا زالت كتعاني لمدة سنة وستة شهور دابا، ولا زالت كتعاني في الاستفادة ديالها وفي العملية الترحيل ديالها وفي عملية استخلاص البقاع اللي كانوا عطوهم وداكشي. هي بكل صراحة كان واحد المشروع جد رائع والمشروع مزيان وهادي. اللي حكم التماطل في الدراسة ديال الأشخاص المستفيدين. هنا ما قدروش واحد الدراسه بواحد الشكل كافي باش يقدروا مثلا هاد الناس اللي واش كتوفر فيهم هذيك 9 المليون ولا لا. اليوم جا الدعم بواحد الفئه كبيره دعم بهذاك الملف وجابها المطلب وهادي. واليوم كيشطبوا على الناس وداروا عمليه تشطيب وداروا واحد اللائحه احتياطيه اللي حتى هي غيكون فيها عمليه تشطيب. حنا عندنا درايه بالوضع ودرايه بالناس ودرايه الرواج ديالهم وهذه والحركه اللي كتروج تما وهذاك الشيء. كل واحد كيتوفر على واحد المبلغ قليل بزاف باش كيعيش وباش كيبيع ويشري وهذه. اليوم جاب واحد المشروع اللي هو كبر من هاد الناس. علاش ما داروش فيه هاد المشروع؟ داروا فيه واحد جوج الاشطار او ثلاثه الاشطار باش يقدروا يخرجوا من هاد الورطه ويخرجوا من هاد المشكل اللي هما كيعيشوا دابا وهاد المعاناه اللي كيعيشوا فيها ديال التماطل. اليوم هذيك الساعه كانوا يديروا واحد الدراسه ويديروا واحد ثلاثه الاشطار ولا جوج الاشطار. كاين اللي غادا يقبل مثلا غير 50 متر ولا 60 متر. كاين اللي غادي يبغي 100، كاين اللي يبغي 1000، كاين اللي يبغي 600، كل واحد والشروط اللي كتوفر فيه. اليوم ما دارش هاد الدراسه بواحد الشكل كافي وما داروش لهم واحد سميتو واحد الدراسه واش كتوفر فيها ديك 9 مليون ولا لا. تبارك الله عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلام عليكم.